كيفكن يا صبايا؟ يسعد لي اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم ونورتونا. اليوم سويت فيديو كتير فيه نشاط وحلو وفيه شغلات حلوة مشان شغلات الولاد كمان يستفادوا، وخلوكم معنا للنهاية. اهلا وسهلا فيكم يا صبايا. هون جهزت لنا فطور فتة لسه ما زينتها، وهون بساوي لهم زعتر بالخبز التوست وبجربها أول مرة. هيا صبا نشوف سوا. أوه ريحتها بتشهي بصراحة، هيك غير شكل. هون يا صبايا حطيت الغطاء أبيض وأزرق، قلت خلي يكونوا كلهم سوا. حطيت الأزرق والأبيض سوا، ودايما بشغل شموع وشوف فطور عندي الحمد لله على كل شي يا رب. سويت لهم فتة، وابني طلب مني بطاطا مقلية، وسويت زعتر والحواضر وهيك موجود. هاد هو. هيا الصبايا الحمد لله بعد الفطور على كل شيء، الحمد لله على كل شيء يا رب. جبت لهم ادوات الرسم، شغلات الرسم، يرسموا يلعبوا يطلعوا هالطاقة السلبية من جواتهم، يصير عندهم طاقة ايجابية. والله مصلي على سيدنا محمد. انا كمان بصراحة برسم معاهم. اخر شي بأرجيكم الرسمة، وبحب الرسم كتير انا، يعني لما بكون نفسيتي تعبانة. صح ماما قربان. انا لما يكون هيك ضيق عندي ضيق نفس برسم، وشي يوم بأرجيكم رسماتي ان شاء الله. أنا أتشيكم ماما. أنا كمان بتسلى معاهم بصراحة، يعني رسم هواية بصراحة، وهيك بغير الطاقة السلبية بصير معك طاقة إيجابية. هاي أنا رسمت العين، بحب إني أرسم العين دائما، بس مو هالعين اللي ظابطة، هذا هو اللي طلع معي. مزبوط. مزبوط. وابني كمان بيساوي شغلات، وبنتي يعني هيك، وهذا شغلات المدارس والروضات وهيك شغلات بيساووا، وهيك بتعطي طاقة إيجابية للولاد وبيغيروا الجو. يا ريت انتم كمان تساووا هيك وتستمتعوا مع أولادكم، يعني هلا فرصة معكم تستمتعوا مع أولادكم. بعد الرسم جهزت لهم فواكه قلت مشان ياكلوا ويصير عندهم طاقة. كتير حلو، الجو كان كتير حلو، أعياد مناسباتهم، يعني احتفالاتهم بصراحة يا صبايا. وهذا كان هو اليوم احتفالاتهم، بس باللحمة المفرومة. ويعني عندي بصل وثوم، الولاد كمان انبسطوا كتير، فرمتهم. التنتين أنا لأنه بصور بإيد واحد، وبدي أحط البهارات. شو عندك بهارات بدك تحطيه، يعني هاي طريقة من عندي أنا اللي سويتها بصراحة، ولأنه مستعجلة كتير عليها هلا، وعندي لحم راس العصفور صعب لأنه بدها ذوبان وبدها هاد وقت مستعجل، بس والله العظيم كتير طيب ونكهة كتير حلوة. صار مرتين عم ساوي،
خلوكن معي. يا الصبايا خليتها 10 دقايق مشان تاخد الطعمة. هلا بكورها كرات صغيرة لأنه على طلبهم مثل ما بيقولوا، هيك ما بيصير فيها شي وما بتنفك. يعني هاي هي ومستعجلين عليها. هاي يا صبايا كورتها ومقدار ربع كاس. يا صبايا جهزتها كورتها مقدار فنجان او نص ربع فنجان مي، يعني كاسات الشاي بيكون هيك، والنار تكون هادية مو تكون قوية. صبايا ما بدي بشتغل بالملعقة، بحركة هيك حركات مشان لا ينفكوا، مشان الكرات ما بينتزعوا، يعني هيك بحركة شوي. هاي الصبايا بس بدي بالملعقة هيك فكن، هيك بدي فكن بس ما بدي حركن مشان لا ينتزعوا. يا صبايا كتير كتير بيشهي الريحة، وبصراحة لو ما عندكم ما بيتوفر عندكم لحمة الشقف او راس العصفور، يعني بهاد كمان كتير كتير طيب. هاي يا الصبايا انا بدي اياه الزيت التحت بيلزم لي. هاي صفيتها، بدنا نصفيها. انا بدي اياها طنجرة مشان اخذ الطعمة. اللهم صل على سيدنا محمد، مشان نقلي فيها البامية. يعني ما بيكفي هذا الزيت، بس نضيف عليه بس انا مشان الطعمة ما تروح. هاي فضينا البامية. هاي استوت كمان، بدي افضيها. بدنا نفضيها، بس هي والله ما بتطول لانه بس بايد وحده بتصورها بحس هيك يصير طويله شوي، بس هي ما بتطول. يعني الاكله كلها على بعضها نص ساعه ما بتاخذ معنا والله العظيم، يعني بس لانه بايد وحده عم تصور بتاخذ وقت معي. انا طالعت الباميه مشان حافظ على شكلها ولونها، وهون كمان البندوره مشان تكون مستويه على الخالص، ومشان اللحمه كمان ما بتنتزع ولا الباميه تنتزع. وهون كمان بدي اضغط عليها هيك حسب النوع البندوره. وهاي المرقه خليتها هون مشان بعدين نفضي عليها مشان لا تكون هي يابسه كتير. انا ما بعرف هيك، يعني انا عم بخترع من عندي شغلات. بصراحة الاكل هو النفس، يعني مو نفس تنفخي عليه هيك، يعني شو بتقولوا، لا نحن نقول نفس هيك، يعني يطلع الاكلة طيبة مش شهية، لذة. الا لذة خاصة لما تكوني هيك بالك طويل على الاكل وتستمتعي بالاكل. بتساوي شوفوا هلا صارت طرية، يعني تستمتعي فيها. هلا هون المرقة، هاي ملعقة دبس بندورة بدنا نحط هون. ضفنا الثوم كمان، البامية بدون ثوم ما طيبة بصراحة. هاي هلا بدنا نحط البامية مشان تعطي الطعمة، وبعدين اخر شي بدنا نحط اللحمة. هلا بدنا نفضي اللحمة عليها شوي شوي.
بحركه هيك يعني مو بالملعقة كتير مشان المنظر اللحمة او البامية ما بينتزع. يا صغير مقدار 10 دقايق خليها هيك تستوي مع بعضها عشان تعطي الطعمة للحمة. واللهم صلي على سيدنا محمد. ونطفيها يعني ما بنطول اكتر من هيك.